عملت معاكم كتير وصفات الحلة الواحدة، فلو هقول لكم أول حاجة لازم تجربوها وهرشحها لكم بقوة وهي برياني اللحم، وصفة مظبوطة 100%. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. في حلة على النار حطيت نص كوباية تقريبا من الزيت، حمرت فيها بصل متقطع جوليان وخليته ياخد اللون البني تقريبا كده زي بتاع الكشري المصري بالظبط. أول ما ياخد اللون ده خرجته في مصفى على جنب، وفي نفس الزيت هكمل بقية الوصفة. فلفلاية وقطعة من الزنجبيل الفريش والثوم الفريش ضربتهم كويس جدا في الكبة أو ممكن كمان في الهون زي ما أنا عملت، وبدأت إن أنا أشوحهم في نفس الزيت اللي شوحت فيه البصل. لما روايحهم تطلع ضفت عليهم 4 حبات من الطماطم متقطعين مكعبات وقلبتهم كويس، وأول ما تاخد غلوة كده على النار ضفت عليها بقى 3/4 البصل اللي حمرناه في الأول، الربع الأخير ده هنستخدمه بعدين. قلبت كل ده مع بعض وضفت عليهم التوابل عبارة عن ملح وفلفل أسود وكاري وشوية من توابل اللحمة أو السبع بهارات أو التوابل المشكلة. قلبت كل التوابل مع الحاجات دي كده وخليتها على النار شوية. بعد كده ضفت عود قرفة خشب وخففت كل ده بشوية من المية، تقريبا كوباية مية كبيرة. سبتهم على النار يتسبكوا وغطيتها تقريبا 10 دقايق. بعد كده لما غليت بالشكل ده ضفت عليها علبتين صغيرين من الزبادي، وبعد ما قلبتهم كويس حطيت كمان عصير 2 ليمونة يعني تكون كده حجمها كبير. قلبت كل ده مع بعض وضفت عليهم شوية من ورق الكزبرة المتقطع زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى حطيت عليهم قطع اللحمة متقطعة كده قطع متوسطة، وهاسيبها بقى على النار لغاية لما اللحمة دي تاخد 3/4 سوا. زودتها بس شوية مية مغلية وخليتها على نار هادية تقريبا كده ساعة. أثناء ما اللحمة بتستوي بقى جهزت صوص الزبادي ده، 3 علب زبادي تقريبا حجم صغير، وعليهم نعناع متقطع ناعم جدا وبشر ليمونة كبيرة وشوية من الملح والفلفل الأسود. وعلشان أخفف بقى الصوص ده ضفت عليهم نص كوباية من الحليب. الصوص ده أكتر حاجة بتليق مع البرياني أو أي وصفات هندية عامة. خلطت كل ده مع بعض لغاية لما القوام وصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبيكون قوامه كده ما بين الخفيف والوسط شوية. وكده الصوص الزبادي بالنعناع بقى جاهز. عايزة اقول لكم ان الصوص ده فعلا منعش جدا وطعمه خطير. ونرجع بقى للحمة بعد ما استوت بالشكل ده. كنت مجهزة الرز البسمتي، كان مغسول ومتصفي ومنقوع في مية مغلية لمدة نص ساعة لغاية بس ما الحبة بتاعته تتكسر بالشكل ده وما يكونش استوى تماما. ابتديت بقى ان انا ارص الطبقات، شوية كده من اللحمة مع الصوص وشوية من الرز وعليهم رشة من الكزبرة. وخطوة مهمة جدا عشان الرز معاكم يطلع مفلفل انكم ما تزودوش الصوص، يعني بس تحطوا اللحمة مع معلقة من الصوص زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. وكده كده هنسيب الصوص في الاخر على جنب، اللي عايز يزود وقت الاكل يبقى يزود. بعد ما رصيت كل الطبقات غطيتها بورق فويل عشان اكتم البخار فيها، وغطيتها وسبتها على نار هاديه لمده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق بقى رجعت ان انا اقلب كل الرز والحاجات دي مع بعض زي ما انتم شايفين مفلفل بجد ولونه تحفه. لو حسيتوا انه ناشف معاكم شويه ممكن نزود شويه من الصوص. ورجعت تاني غطيته وسيبه بقى يستوي خالص لمده تقريبا تلت ساعه على نار هاديه. وكده بعد ما يكون جاهز لونه تحفة وريحته تجنن. عايزة اقول لكم ان ريحة المطبخ عندي قلبت مطبخ هندي. رشيت على وشه شوية من الكزبرة والبصل اللي قليناه في الاول. هستناكم تجربوه بطريقتي وانجوي.